السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد مقدمة بسيطة عن عائلة النيماتود. في البداية الهلمنسس اللي هم الديدان بينقسموا إلى حاجتين، في منهم بلاتي هيلمنسس وفي منهم نيماتي هيلمنسس. طيب ايه هما البلاتي هيلمنسس؟ من كلمة بلاتي يعني بلاد، عاملة زي ايه، طبقة كده واحدة، شريحة واحدة. يعني تخيل كده انا جبت لك ورقة كده، ورقة كراسة وقطعتها لك، البلاتي هيلمنسس عاملين زي كده بالظبط. دودة عاملة زي الشريحة الواحدة ما فيهاش ليومن من الداخل. طيب دول من انواعها ايه بالظبط؟ زي التريماتود وكمان السيستود. دول بنقول كل منهم بنقول عليهم ديدان شريطية. طيب الديدان الشريطية دي لو جينا واخدنا كات سيكشن منها كده، يعني جينا كده وقطعنا الدودة دي من المنطقة دي كده مثلا واخدنا منها كات سيكشن، هنلاقي ان هي عبارة عن شريحة كده وما فيهاش اي ليومن من الداخل. طيب فين الاعضاء بتاعتها؟ الاعضاء بتاعتها متلزجة فيها بواسطة كونكتيف تيشو وما فيهاش اي ليومن. اما النيماتي هيلمنسس فهي الديدان اللي انت بتشوفها كده في البيت، هي بالظبط كده عاملة زي الشكل بتاعها مشابه لشكل التعبان. فهي لما بتشوفها كده هي دودة، أكن زي الدودة اللي انت ممكن بتشوفها كده وبتصادفها ان هي موجودة وبتمشي في البيت عندكم. تمام. وبداخلها بيكون الأعضاء فيها تجويف اليمن، فيها تجويف اليمن واللي هي بيكون فيها الأورجان. دي زي مين بالظبط؟ زي النيماتود. والنيماتود دي لو جينا أخدنا كات سيكشن كده، فهنلاقي ان الكات سيكشن فيه اليومن، على عكس البلاتي هيلمنزس ما كانش فيه اليومن. هنا النيماتي هيلمنزس فيه اليومن، وهنا اليومن ده هو اللي بيكون فيه الاورجان اللي موجوده فيه. في البدايه النيماتود، والنيماتود دي بنقول عليها الراوند دور، وهي زي ما اتفقنا شكلها عامل زي شكل الدوده. النيماتود دي بتتكون من ادلت ميل وفيميل. اهم استراكشر واهم حاجه انا عاوزكم تعرفوها عن الميل والفيميل ان الفيميل الديل بتاعها بيبقى ستريت، ولكن الميل بيبقى الديل بتاعها ملفوف. وده ليه انا بقول لكم كده؟ عشان تحت الميكروسكوب تقدروا تفرقوا ما بين الميل والفيميل، هتلاقوا ان الميل الديل بتاعها ملفوف والفيميل بيبقى الديل بتاعها ستريت. طيب الميل والفيميل دول بيكونوا موجودين في الانتستين، فلما بيخصبوا بعضهم ممكن ايه بعدين بينزلوا الاج دي اللي بتنزل في الاسطول. فلما بتنزل في الاسطول ممكن تبقى اما ماتيور ايج او تنزل ماتيور ايج. طيب لو نزلت ماتيور ايج، لما بتنزل ماتيور ايج بيبقى فيها اللارفا. اللارفا دي زي ما بنقول كده ان هي النون الصغير. النون الصغير ده والايج دي مستنيه ان هي تروح للانسان تاني عشان تتحول لادلت ميل او ادلت فيميل وتكمل اللايف سايكل تاني. وده هنعرفوه ان ازاي هي بتنتقل للانسان تاني في اللايف سايكل. طيب وممكن الميل والفيميل دول يخصوا بعضهم وينزلوا ايج، ولكن الايج دي تكون اماتيور ايج، فان هي كده بتحتاج ان هي تقعد في التربه لمدة أيام عشان تتحول وتبقى ماتيور ايج اللي جواها النون الصغير اللي هو اللارفا اللي هيعيد الانفكشن تاني عشان يتحول في الإنسان لأدلت ميل وفيميل. طيب النيماتود هنا بنقسمهم في الانتستين إلى مع حاجات موجودة في السمول انتستين وحاجات موجودة في اللارج انتستين. طيب الحاجات اللي موجودة في السمول انتستين زي مين بالظبط؟ زي الاسكارس لامبريكويد. والاسكارس لامبريكويد دي بنقول عليها تعبان البطن. ليه بنقول عليها تعبان البطن؟ بسبب كبر الدودة دي بتصل وطولها اللي بيصل إلى 25 سنتيمتر. فالإنسان ده ممكن بينزلها في الأسطول وبيشوفها بعينه المجردة، وكمان ممكن بيعمل فوميتنج وينزلها في الفوميتنج بتاعه ويجيبها للدكتور يقول له انا ايه اللي منزله ده. فدي بنقول عليها تعبان البطن بسبب طولها اللي بيصل ل 25 سنتيمتر. وكمان النوع الثاني هو الانكليستوما ديودينال، ده المشابه للنيكيوتر امريكانز. كل منهم بيبقى ليه اسنان، والاسنان دي بتقعد تحفر في التيشو بتاع السمول انتستين لدرجه بتوصل ان التيشو بتاع السمول انتستين شغال ينزل دم، عشان كده الانسان ده بيصاب بالانيميا. اما النوع الثالث فهي الكابيلاري فيلمبرينسيس، والكابيلاري فيلمبرينسيس دي بتاجي في الاسماك. فالانسان ده لما بياكل الاسماك دي بتكون محتويه على اللارفا دي، فالانسان بتتحول فيه الى ادلت ميل وفيميل اللي بتصيب الإنسان بنوع خطير من الأعراض. دي بتصل إلى كرونيك ووتر دياريا. الإنسان شغال يعمل ووتر دياريا بكمية كبيرة لحد ما بيفقد كمية سوائل والإلكترولايت في جسمه بكمية كبيرة. الإنسان ده بيغمى عليه وبتصل للموت في الآخر.
اما النوع الرابع فهي الترايكينيلا سبايراليس. الترايكينيلا سبايراليس دي هي اللي بتكون موجودة في الخنازير، فلما بتكون موجودة في الخنازير بتكون موجودة في المصل بتاعتهم، اللارفا بتكون موجودة في المصل. هي دي مش بتنزل في الأسطول بتاعة الخنازير، لا هي بتكون موجودة في المصل بتاعة الخنازير. فلما الخنزير ده مثلا نلاقي ناكلوه كده ويكون غير مطهي بشكل كويس، فاحنا كده بناخد اللارفا بتاعته اللي هتتحول في جسمنا الى الادلت ميل وفيميل. اما النوع الخامس فهو الاسترونجلويد استركولاس، وده هو شبيه اللايف سايكل بتاعة الانكلوستوما ديودينال. اما اللي بيحدث والانواع اللي في اللارج انتستين فهم نوعين فقط. زي مين بالظبط؟ زي التريكورا سترايكورا. والتريكورا سترايكورا دي بيصل يعني هي بتكون طويلة، عشان كده احنا سميناها تريكورس تريكورا. ولو بصينا على شكلها كده هنلاقي ان شكلها كده من الناحية دي بيكون عريض، والشكل اللي الناحية دي اللي هو الديل بيبقى شكل رفيع، وهي بتكون طويلة برضه. اما بقى النوع الثاني فهو الانتروبياس فيرموكولاريس. والانتروبياس فيرموكولاريس دي بتبقى هايلي انفكشوس، وبتصيب عدد كبير من الناس. طيب ليه بتكون هايلي انفكشوس؟ دي بسبب ان هي بتنزل ماتيور ايج. وكمان عايز اقول لكم ان هي في فتحة الشرج بتاعت الانسان ممكن اللارفا دي الايج دي بتعمل ايه؟ تعمل لها هاتشت كده وتطلع منها اللارفا، يطلع منها النول الصغير، فتعمل اوتو انفكشن الانسان. فمتخيل ان هي شغاله بتعمل اوتو انفكشن وهي داخل الانسان شغاله تعيد الكره تاني، بتعمل اللايف سايكل بتاعتها تاني. وهي دي تقدر بسبب ان هي ماتيور ايج، فالانسان يقدر الاطفال وخصوصا الاطفال يقدروا ينقلوها من بعضهم، ولو جات مثلا في عيله فهي ممكن تنتقل لباقي الافراد بتاعت العيله، فهي بتكون هايلي انفكشوس وخطيره. اما بقى ان ازاي بقى النيماتود دي ان هي طبعا عايشه في السمول انتستين واللارج انتستين. طيب اكيد لازم بيكون فيها استراكشر كده بيساعدها ان هي تكون موجوده في السمول انتستين او موجوده في اللارج انتستين ان هي تثبت نفسها. طيب هي بتثبت نفسها ازاي؟ بتثبت نفسها على حسب كل نوع من الانواع دي بيعمل ايه. يعني في حاجة بتعمل اورال اتاتشمنت، يعني بتمسك بالبوج بتاعها كده في التشو وتثبت فيه كده نفسها وتعمل المشاكل والاعراض بتاعت البيشنت دي. زي مين بالظبط؟ زي اللي بتعمله الانكلستوما ديودينال، بتمسك فيه البوج بتاعها بالبكه الكبسول بتاعها في السمول انتستين وبتسبب الاعراض بتاعتها والمشاكل بتاعتها. وفي نوع تاني بيعمل بارشال بنتريشن. اللي بيعمل بارشال بنتريشن ده هو التريكورا سترايكورا. بنلاقي ان الديل بتاعها الرفيع ده بيكون موجود جوه الميوكوزا، ولكن الجزء العريض منها بيبقى طالع بره، يعني قاعد في اليومن، يعني جزء موجود جوه وجزء موجود بره. والنوع الثالث بقى هو بيعمل كومبليت بنتريشن، بيدخل بقى بكل جسمه في الميوكوزا بتاعت الانتستين. ده زي مين بالظبط؟ ده زي الاسترونجلويد استركولاليس، زي الترايكوراس زي التراكينيلا سبايراليس، وزي الكابيلاري فيليبينيسيس. اما النوع الرابع فبيكون فري، موجود في السمول انتستين او موجود في اللارج انتستين بس فري، يعني قاعد كده مش ماسك في حاجة، ولكن عادي عادي وعايش وقاعد ان هو قادر ان هو يواكب الدنيا ومستحمل وشغال مستمر اللايف سايكل بتاعته. ده زي مين بالظبط؟ زي الانتروبياس فيرموكلاريس وزي الاسكارس لامبريكويد. وعشان كده اصلا الانتروبياس فيرموكلاريس بتقدر اصلا الادلت دي ممكن اصلا تجي كده بالليل عند الانسان وتجي نازله، وعشان كده الانسان ده بالليل بيفضل يهرش بكميه رهيبه، لان الادلت دي اصلا بالليل بتبقى قاعده ونازله وشغاله مضايقه الانسان. واما الاسكارس لامبريكويد فاحنا تو جايين ان احنا ممكن ننزلها بالفوميتنج او بننزلها لو نزلنا ستول بنشوفها بعيننا المجرده، فهي عشان كده بتكون فري. اما على اللايف سايكل فاللايف سايكل لو تخيلنا ان الانسان ده مصاب بنوع من انواع النيماتود، فاكيد ان هو اللارج انتستين او السمول انتستين هتكون محتويه على الادلت سواء الميل او فيميل. فالإنسان ده هينزل في الأسطول بتاعته اللي هينزلها هيعملها على التربة، وهينزل الأسطول دي اللي هتكون محتوية على الإج. فالإج دي لما بينزلها في الأسطول، وعلى افتراض إن الإج اللي نازلة دي
كانت ماتيور. فالإج دي خلاص محتوية على اللارفا، محتوية على النون اللي بداخلها، يعني إنسان هي باقي على الإنسان إن هو يحصل عليها وياكلها. فالإنسان ده لو كان عنده باد هيجين، وكمان خصوصا الأطفال لما بيدخلوا الحمامات والناس الكبيرة فبيبقى عندهم باد هيجين، فممكن ما بيغسلوش يدهم كويس فبيروحوا ياكلوا. وكمان غير الحشرات اللي ممكن أصلا بتنقل البيض ده وتروح تحطه على الأكل المكشوف، فالأكل والشرب بيحصل له كونتامينيشن. فالإنسان ده لما بياخد الأكل والشرب ده فهو خلاص حصل على الإج اللي فيها اللارفا دي، فبتتحول في جسمه إلى أدلت ميل وفيميل. ودي اللايف سايكل بتاعة الأنتروبيا سبيرموكلاريس. والأنتروبيا سبيرموكلاريس كمان هي عندها كمان إن ممكن يحصل أوتو إنفكشن. إحنا زي ما اتفقنا إن هي تقدر أصلا من قبل ما الإج دي تنزل في الأستول تقدر إن هي تتحول للارفا وتتحول لأدلت ميل وفيميل مرة تانية. وكمان بالإضافة لكده فالإنسان ممكن ينزل في الأستول ولكن ينزل immature egg. فلما بتنزل immature egg فمحتاجة بقى إن هي تقعد بضعة أيام عشان تتحول إلى الإج دي وتكون ماتيور، وبيكون بداخلها اللارفا اللي هو النون الصغير، عشان برضو يحصل كونتامينيشن بنفس الطريقة للأكل والشرب. ودي اللايف سايكل بتاعت التريكورا ستريكورا وكمان الاسكارس لامبريكويد. ولكن في نوع تاني بيعمل بنتريشن للسكن. اللارفا بتعمل بنتريشن للسكن؟ اللارفا بتعمل بنتريشن للسكن. طيب ازاي ده بيحدث؟ خلاص على ما نزلت الاج في الاسطول، الاج دي اللي محتويه على اللارفا، فبتجي بعدين ان هي بتعمل لها ايه؟ يحصل لها هاتشت بقى وتطلع اللارفا دي. فلما بتطلع اللارفا بتطلع حاجه اسمها فيرست ستيج رابيداتي فورم لارفا. الفيرست ستيج رابيداتي فورم لارفا دي تبدأ بقى إن هي بتغير من الجلد بتاعها ويحصل لها بقى انسلاخ ويحصل لها الفيرست مولت. يعني إيه المولت ده؟ إن هي بقى تغير من جلدها وتغير من شكلها فبنقول عليه مولت، فتتحول إلى سكند ستيج رابيداتي فورم لارفا. بعدين يحصل لها السكند مولد، ولكن السكند مولد ده هتتحول الى فيرست ستيج فيلاري فورم لارفا. اختلفت هنا. ليه قلنا فيرست ستيج؟ لان هي اتحولت الى فيلاري فورم مش رابيداتي فورم. طيب ايه ليه بقول هنا رابيداتي وليه بقول هنا فيلاري؟ على حسب الاسوفيجاس وعلى حسب استراكشر بداخلها، فانا بسميها على اساس كده هي رابيداتي او فيلاري فورم. فالمهم هنا هي اتحولت لما حصل لها سكند مولد ده والانسلاخ الثاني يتحول الى فيرست ستيج فيلاري فورم لارفا، اللي بقى بتستنى ان الانسان ده يروح مثلا يمسك طين ويتعامل مع الطين، وخصوصا كمان الفلاح اللي بيتعامل مع الطين، وكمان عمال البنا بتاع عمال الطوب بتاع البنا اللي بيتعاملوا بالطين اللي بيعملوا الطوب الطيني، فبيتعاملوا مع الطين بشكل كتير، فبتقدر ان هي تعمل بنتريشن للسكن وتدخل من خلال البنتريشن الاسكن دي. ودي اللايف سايكل بتاعه الانكلوستوما ديودينال وكمان الاسترونجلويد استركولاريس. طيب اما اللايف سايكل بتاعت التريكينيلا سبيراليس اللي بتكون موجوده في الخنازير، فاحنا زي ما اتفقنا ان هي اللارفا بتكون موجوده في المصل. فاللارفا دي لما بتكون موجوده في المصل، فاحنا لما باجي الانسان اللي بيجي ياكل لحمه الخنزير ده اللي بتكون غير مطهيه بشكل كويس ومحتويه على اللارفا اللي موجوده في المصل بتاعت الخنازير دي، فبيجي يتصاب بالتريكينيلا سبيراليس اللي بتتحول في جسم الانسان الى ادلت ميل وفيميل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.